يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. مرحبا يا أحلى صبايا، كيفكن؟ طمنوني عنكن، إن شاء الله تكونوا بألف خير. جعتلكن بفيديو جديد، وقبل ما نبلش بالفيديو خلونا نصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهون يا صبايا بدي أسوي فطاير بالسبانخ وفطاير بدي أسوي يعني محمرة وسبانخ وجبنة، بدي أسوي يعني فطاير مشكلة. وهون عندي كيلو طحين، حطيت معلقة خميرة فورية ورشة ملح ومعلقتين سكر. وهون عندي نص الكاسة زيت نباتي. بدي أكتم أحركه كتير كويس بالطحين. يا صبايا هي التحريكة مع الزيت، طحين مع الزيت يعني بتعطيه كتير طراوة للعجينة، وبتسوي يعني طعمته، وبصير طعمته أطيب. يعني مو فهمتوا علي يا صبايا؟ وهي طريقة العجينة كتير كتير سهلة وبسيطة. وأنا عندي بالركوة حاطة كاستين ونص مي دافية للكيلو طحين. كاستين ونص مي دافية وبس، ما بلزمون. يعني أنا ما رجعت حطيت مي، حطيت كاستين ونص مي دافية وصارت العجينة فرجة فرجة عجبة. هيك للكيلو الطحين. أما للأقل من كيلو بقى ست كاسات بحتاج كاسة ونص مي للست كاسات. وفهمتوا علي يا صبايا؟ بس أنا حطيت الكيلو ونص احتاجوا معي كاستين ونص مي دافية، تكون المي دافية. اي والله تحطوا يعني اصبعتكم بالمي تتحمل المي الدافية. اي والله. وهون بدي اسوي محمرة، بدي اشاركها معكم. عطلب المتابعة في صبية كتبتلي بالتعليقات بدي طريقة المحمرة. ايه حبيت هيك اشاركها معكم اليوم طريقتي بالمحمرة. ايه والله. هون عندي بصل مفروم، عندي هون كيلو بصل فارمة، بدي للسبانة وللمحمرة فهمتوا يعني. هون عندي الطواي، شغلت الغاز وهنيك عندي بالطشت كيلو سبانخ فارمة أنا. وهون عندي زيت حلو تقريبا يعني كاسة كاسة كبيرة زيت كتيت. وهون عندي بصل، كتيت نص كمية البصل كتيتها وقليتها هيك، قليتها يعني كتير كويس. يعني دبلتها تتبيل بالزيت. ايه والله يا صبايا. وبعد ما دبلت البصلة بالزيت بدي احطلها التوابل. هون عندي معلقة وشوي كمون، وبدي احط معلقة وشوي كزبرة، وبدي احط معلقتين فليفلة حمرا، وبدي احطلها هيك رشة بسيطة بهار. 7 بهارات، البهارات الحلبية. عندكم فلفل اسود بصير يعني رشة بسيطة، شي يعني عبارة عن طعمة. وبحمصن هيك ليطلعلن هيك شوي يعني تطلع ريحة التوابل. بطفي تحتن وبكتم فوق السبانخ. اي والله يا صبايا هيك. هيك بقليهم كتير يعني ما يتحمر البصل، يتدبلوا تتبيل بس. وهون كتات السبانخ. كان عندي السبانخ بطشت أصغر، فضيتها بطشت أكبر مشان آخد راحتي عند الأفرك السبانخ. مو فهمت علي يا صبايا؟ كتيت السبانخ بقلب هذا الطشت الكبار، وكتيت البصل اللي كنت مقليته. وعندي هون كاسة شاي زيت عصير ليمون. وهون عندي نص كاسة دبس رمان. وهون عندي سماق مطحون، ده حاطة 3 معالق.
سماء. وذوقوا انتوا الحمض والملح، انتوا حسب الرغبة، بتحبوه حامض بتكتروه حامض أكتر، بتحبوه يعني أدلع بتحطوا يعني الملح حسب الحمض والملح حسب الرغبة يعني. وهون حطيت يعني 3 معالق ملح، وهون بفركه بخلطه كتير كتير كويس، وبعيفه ساعة بالتبلة. يعني هون لبين ما خمرت العجينة عيفته أنا بالتبلة تبعته، وبعدين حطيته بالمصفاية وصفيته مشان عند الأعجن أحطها بالعجينة ما تفتح معي العجينة. ما فهمتوا علي صعبة؟ يلا بفرجيكم يعني شلون بشتغل العجينة. هون بحركها كتير كتير كويس و وبه... وبضل بحركها هيك لتتخلط التبلة مع بعضها. إيه والله يا صبايا هيك يعني شغلتها كتير بسيطة وكتير كتير طيبات فطاير السبانة ومفيدات. إيه والله يا صبايا، وهيك شغلات طيبات برمضان على السحور تسوي واحد يسوي لعيلته فطاير هيك على السحور كتير طيبات والله كمان بكرة برمضان. إيه والله يا صبايا، هون صارت تبلة السبانخ صارت جاهزة معي. هون طبعا دقت الملح وكل شي يعني. هون جيت أسوي المحمرة، كتيت كمان زيت حلو، زيت الزيتون، وبصل عندي الفيرمتو كمان كتيته، وبدي أقليها أدبلها للبصلة كمان تتبيل. بعدين أكت المحمرة، أكت الفليفل الناعمة نقعتها. إيه والله كنت نقعتها بالمي نقعتها بمية السخنة. إيه والله يا صبايا، وهون كتيت بعد ما دبلت البصلة كتيت الفليفلة، فرجيتكم شلون يعني غيب بالمي الفليفلة غيب بالمي. إيه كتيتن مع بعضن وقليتن كتير كويس يعني مو تحترق المحمرة يعني شي أصولي. قليتها كتير كويس، وبدي أحطلها دبس رمان، وبدي أحطلها حبة البركة، وبدي أحطلها سمسم. هيك بحب أنا أحطلها المحمرة، هو يعني شي اختياري، أنا بحب هيك أحطلها المحمرة. والسمسم والحبة البركة بتعطي نكهة كتير كتير طيبة للمحمرة. إي والله يا صبايا، وهي الطبخة بتروح معي يعني أسبوع، مولى يعني فرد طبخة تروح معي أنا أسبوع يعني بناكل منها وبحطها بالبراد. إي والله كتير طيبة كمان، تصير معي ناجحة وطيبة. هون بعد ما قليتها هون صارت جاهزة، قلبتها جد قلبتها بنفس الطاسة. وهون عندي السبانة حطيتها بالمصفاية صفانة بعد ما يعني بعد ساعتين يعني ساعة ونص ساعتين بحفظه بتبلته. بعدين حطيته بالمصفاية يصفى، وعندي هون المحمرة فضيتها بالطاسة، وعندي هون جبنة بشرتها كمان عشان الفطاير أحشيهم. هون فضيت المجلة عندي وبدي أشتغل بالعجينة. اي والله يا صبايا، ومديت ورقة زبدة على المجلة. وهون عندي العجينة خمرانة كانت وكتير كويسة، بفرغها من الهوا وبعدين بشتغل فيها. اي والله يا صبايا شد الشغل حلو بالعجين، والله أنا بحب كتير كتير أشتغل بالعجين، راحة نفسية. اي والله يا صبايا، وأنا أخدت شقفة من العجين وغطيتها بجماتي بس، وهيك أرق بهالشوبك، وبعدين أقطعهم بغطا براد الجاي مشان يصير كلن نفس مساوية بعضن الأقراص. اي والله الشوبك كتير كتير كويس ريحني بالشغل. كان كان عندي الشوبك الرفيع مو كويس يعني ما فيه تقل كتير يعني يرق العجينة. هذا فيه تقل يعني مساعدني كتير كتير للرق. هون العجينة رققتها يعني مو كتير كتير سميكة ولا كتير كتير رقيقة، يعني مناسبة يعني ما هي طيبة لأني للسبانخ تكون العجينة سميكة. مو فهمتوا علي يا صبايا؟ أنا شايفين يعني شوفت عندكن شلون سمكت العجينة. إيه والله هيك قطعتن
يصيروا هيك موديلهم حلو وكلهم نفس المستوى. ايه والله رجعت هيك رقيتن شوي، عطيتن هيك بالشوبك شوي، رقيتن صارت موديلة كتير حلوة. ايه حطيتهم بقلبها السبانخ وبدي اشكلها، بدي افرجيكم شلون بشكلها انا. بسويها بهالطرف ومن هالطرف زاوية ومن هداك الطرف زاوية، 3 زوايا. ايه والله الموديل كتير حلو، انا بحبه يعني بهالموديل. ايه وموديل يعني كتير مثل الفطاير تبعات المحلات. ايه والله يا صبايا، شوفوا اعطوني رأيكم بهالموديل. وهون انا حاطة بالصينية ورق زبدة كمان. ايه والله كتير كتير كويس ورق الزبدة للصواني، ما بتوسخوا الصواني، واكوس للمعجنات، يعني عند بتطلعيهم من الصينية بيطلعوا معك فورا. اما بورق الزبدة بتدهني زيت، بدك احط من الصينية، تشركي الصينية وبتشركي الفطاير. لا اما ورق الزبدة يعني ما بتوسخ الصينية وبتصيروا كويسات يعني الفطاير فيها. اي والله يا صبايا، ويخليلي أقولكم على تعليقاتكم الحلوة، وبدي أرحب بالصبايا الجداد اللي اشتركوا عندي بالقناة. أهلا وسهلا فيكم يا صبايا، نورتوا قناتي وأنا فيكم بكبر، وبدعمكم الحلو ويخليلي قلبكم والله يجبر بخاطركم على تعليقاتكم الحلوة مثل أخلاقكم الحلوة. يخليلي قلبكم أنا والله يجبر بخاطركم، والله هيك يجيب رمضان علينا بخير وسلامة ويبلغنا إياه إن شاء الله، بنكون بالصحة والعافية على كل أمة الإسلام يا رب. وهيك كتبولي هيك بالتعليقات على طبخات جديدة، على شغلات جديدة هيك على قدوم رمضان. يخليلي قلبكن يا صبايا، والله لا يحرمني منكن من تعليقاتكن الحلوة، وكترولي لايكات كتير كتير هذا الفيديو مشان يرتفع يا صبايا. اي والله يخليلي قلبكن. وهون يا صبايا سويت هيك تشكيلة فطاير، جبنة محمرة على سبانخ على هيك والله كتير كتير طيبات. سويتها يعني عشاي لليوم، فطاير سبانخ ومحمرة وجبنة هيك تغيير شكل. والله قعدت كتير كتير عم بالطبخة. هيك سويت فطاير سبانخ، وقلت نكسب مونت، نكسب هالسبانخ قبل ما يخلص، نسوي فطاير سبانخ. قلنا قبل ما يخلصوا نكسب الفرصة ونسوي فطاير سبانخ. والله يا صبايا هيك بلشت سويت صينية، وصرت أبلش بالمحمرة. رقيتن كمان هيك، رقيتن قطعتن بلد شاي، هيك شكلت القرص المحمرة. شلون يا صبايا، مو شي فخامة؟ والله قولولي مداح نفسه وسلام عليكي. والله هيك يعني نمزح مع بعضنا يا صبايا. هون هيك سويت أول قرص، أعطوني رأيكم فيها يا صبايا. هيك اكتبولي بالتعليقات رأيكم، شو أكتر شي عجبكم بالفطاير. هون رقيتن كتير يعني، رققتن لأني برجع بتصغر العجينة عند اللي بشكله، وعند اللي بحطها بالفرن بتسمك. ما طيبة سميكة كتير كتير المحمرة كمان، واحد دا يستطعم محمرة ما دا يستطعم بس بعجين. مو فهمتوا علي يا صبايا؟ حطيت هيك رقيتن، وحطيت هيك شوية محمرة. والله صح القرص كتير كتير هيك منظره حلو، ما بعرف عجبني أنا. والله هيك شكلت قراص محمرة عطوني رأيكم يا صبايا بهالقراص المحمرة. وهون خلصت هيك زبطت صينية المحمرة، جيت لكم على فطاير الجبنة. حطيت لها نعناع، وهيك فطاير الجاهزات بحطولهم بس نعناع. أنا كمان بس حطيت نعناع، قلت مشان يصيروا مثل طعمة الجاهزات. والله وصاروا مثل طعمة الجاهزات. والله يا صبايا، وأنا بشكل لكم مثل قراص السبانخ شكلته. شلون يا صبايا؟
وهون خلصت كمية السبانخ والجبنة وهيك كمية الفطاير كلها. والله عندي هاي كمية الكيلو الطحين كلها. وهون دهنت وجه الفطاير حليب، وحطيتهم هيك على وجهن سمسم حط البركة. هيك هدوك اللي بسمسم مشان أميزن عن السبانخ حطيتلن سمسم. تبعت السبانخ حطيتلن حبة البركة، وتبعت الجبنة حطيتلن سمسم مشان أميزن عند اللي يستووا ما يتخربطوا. وهون هي صينية السبانخ حطيتها بالفرن. وهون بعد ما استوت وشوفوا هاللون الذهبي الحلو، والله شي بشهي. وهون بعد ما طفيت لكم هالفرن فضيتهم هيك بالزويرة وجيت أفرجيكم النتيجة. والله شي بشهي والله شي غرام. وشوفوا هون ألبس الفطاير، يعني شوفوا شو الطراية مالهن هالقاسيات، عجينتن كتير كتير طرية وكتير كويسة. شوفوا هاللون وهالقلبن. هون الجبنة فتحت لكم قلبة وفرجيتكن اياها، وشوفوا الطراوة عم بفرجيكن يعني مهن قاسيات. كتير كتير كويسة هالعجينة، جربوها يا صبايا ما بتندموا والله. هيك بكرة على رمضان هالفطاير كتير طيبات والله تشكيلة يعني. والله هيك فرجيتكن هالفطاير قلبن هدول المحمرة، وهي نتيجة الفطاير وهيك موديلن. وهي طعمتن كتير كتير طيبة وبتجنن. جربوهن ما بتندموا يا صبايا. قبل ما يخلص السبانخ جربوا يعني الفطاير. وسويت هيك جنبن هالجاي، والله كتير 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 طيب جنبن الجاي. ولهون انتهى الفيديو. بتمنى هيك ينال اعجابكم، بتمنى يكون استفدتوا منه لو كان شوي. وهيك لا تنسوني من اللايك الحلو مثلكن يا صبايا، وتعليق حلو كمان مثلكن ومثل اخلاقكم الحلوة. وسلامات صبايا، استنوني في فيديو جديد وروتين جديد وطبخة جديدة. سلامات بأمان الله.